اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم كلكم جميعا يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. وحشتني كتير من الفيديو اللي فات. بسم الله ما شاء الله. هنعمل كيكة موفرة اقتصادية حلوة من كل مكونها كلها موجود عندك في البيت، ما فيش أي حاجة خالص. يعني بصي، كيكة حلوة لشرب الشاي، كيكة كده سادة حلوة نشرب بها الشاي وتفرح بها الأولاد. يعني بصي بسم الله ما شاء الله كده من الآخر. شوفي أنا بعملها بدقيق جمح، ركزي على الكلمة دي وحط تحتها كذا خط. انا بعملها بدقيق الجمح العادي. بصي مش شاريه دقيق زيرو من بره ولا دقيق حلويات ولا اي حاجه، دقيق جمح عادي. يعني بصي، يعني انا قلت اعملها وخلاص، العيال تاكل وتفرح ونشرب منها الشاي عاديه خالص. اهم حاجه ما تنسيش ام محمد بالاعجاب، واللي بيشوف قناتي لاول مره يشترك لي فيها ويفعل الجرس ويضغط على كلمه الكل علشان اي جديد احنا ننزله يوصل على طول. طبعا احنا قناتنا قناه ريفيه، محتوى ريفي، اي حاجه بنقدمها في قناتنا فهي ريفية، بتكلم عن حياة أهل الريف والتراث القديم وجدتنا ازاي كانوا عايشين وشغلوا مع القانون والفرن الطين والحياة البسيطة الطبيعية. بصي يا جماعة، طبعا أي حاجة، شوفي انت هتعملي كيكة، البيض اللي انت بتعمليه بصي لازم تفضي بيضة في الطبق. أنا زي ما انت شايفة كده، أنا أبدا لا يمكن إن أنا أحط البيض، مع إن البيض من عندي أنا من البيت، أنا مش شارياه من البيت، من عندي أنا. بس أنا مضمنش، يمكن في بيضة بقالها أسبوع، يعني في بيضة تايهة وسط البيض كده بقالها أسبوع كده يعني، فممكن البيضه تطلع بايظه تبوظ لي كل البيض. وديك شايفه انت كل حاجه بقت غاليه، كل حاجه مش ما ينفعش ان احنا نضحي. فانا بفضل بكسر البيض بيضه في الطبق واروح حطها في الشفشف بتاع الخلاط، علشان ابقى ضامنه ان البيضه لو طلعت بايظه ارميها ما بوظش كل البيض. انا بشوف في ناس تفضل تكسر في البيض فوق بعضيه، وده غلط. انا مضمن يعني، كمان بيبقوا شارين البيض مش ضامنين. انا البيض اللي ده من عندي انا مش شارياه وضمناه. بس بخاف برضو لو كنت انا نسيت وفي بيضه باقيه من الاسبوع اللي فات حاطها مع البيض والجو حر تكون باظت. بصي زي ما انت شايفه انا عملت 8 بيضات، 8 بيضات حطيتهم في الشفشف، وحطيت اهو زي ما انت شايفه كده 3 كوبايات سكر بالكوبايه دي اللي انا هعاير بها برضو السمن اللي معايا دي. طلعتها من الصمعه الدقيق اللي جنبها ده نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق. وانت ركزي بقى ان الدقيق بيختلف عن بعضيه، مش كل الدقيق زي بعض يعني. فده نص كيلو دقيق قمح من اللي انا غسلاه وطحناه معاك وحطاه في الصومعه دي، وعملنا رجاء وعملنا قرغف وكل حاجه. دول كوبايتين لبن، وفاضت نص كوبايه تاني لبن انا خدتها برضو، انا احتاجتها وضفتها بس وانا بعجن. يعني انا حطيت كوبايتين لبن، 3 سكر هنا، حطيت 8 بيضات، وحطيت بقى اكياس الفانيليا. انا حطيت كيس عصير برتقال، شوفي ده عصير، كيس عصير برتقال. انت لو مش عايزه تحطي عادي ما تحطش. انا حطيته ان هو يدي ريحه حلوه كده ويدي لون اصفر للكيكه. بس حطيت كيس عصير برتقال زي ما انت شايفه كده. وبعدين بقى بحط ايه، بعدين هحط 4 فانيليا، يعني بحط للبيضتين كيس فانيليا. انت عايزه تزودي الفانيليا براحتك خالص، يعني انت كل واحد براحته. عايزه تحطي مثلا 6 فانيليا، عايزه تحطي لكل بيضه كيس فانيليا، يعني انت مش عايزه تشم ريحه للبيض. احنا والله انا عملتهم دول بس ما كانش لها اي ريحه، يعني ما كانش فيها ريحه وحشه خالص، يعني ما كانش فيه ريحه الزفاره في البيض، يعني عشان الفانيليا دي بس مجرد تحس الزفاره من البيض فقط لا غير. ضفت 4 اكياس فانيليا، وضفت كيس عصير، والبيضات زي ما انت شايفه كده، والسكر واللبن. هروح بقى اضربهم في الخلاط، ضربتهم في الخلاط زي ما انت شايفه كده، هما كده اتضربوا في الخلاط. انا معايا هنا كوبايتين الا ربع سمنه زبده، انا مسيحاها، وعليها ايه، وعليها حوالي معلقتين كده سمنه نباتي. ولو عندك زيت حطي زيت، شوفي اللي موجود عندك المتاح في البيت حطيه، بيطلع حلو برضه. دول كوبايتين الا ربع بنفس الكوبايه اللي انا كيلت بها السكر، هما 2 الا ربع سمنه اهو. انا حشت حبه سمنه هتهم بها الصواني اللي انا هفضي فيها الكيكه، عشان بدهن الصواني كده. وبعدين برشها رشه دقيق وبعدين ادخلها الفرن. بس هنا بقى معايا كيس كيك شيف او اللي انت شايفاه ده، او محسن كيك، او كيك شيف زي ما بتسميه، وبحطها على الدقيق مباشرة، مش في الخلاط، مش مع البيض، بيتحط على الدقيق. وكيس تاني بيكنج باودر اهو، بيكنج باودر بيتحط برضو على الدقيق برضو. يعني انا بضيف المحسن كيك او كيك شيف والبيكنج باودر، انا بضيفهم على الدقيق. بصي اكتر من كده مفيش. طبعا باخد حبة ملح صغيرة خالص وبحطها. طبعا انا خدتها هناك عند الخلاط من حطيت الملح هناك عند الخلاط وانا بضرب دول، حطيت حبه ملح مع دول مع البيض كده. بس طبعا انت ما شفتيش، فانا بعرفك اللي انا عملته ايه. معايا مضرب، بحط البيض الخليط اللي انا خلطته في الخلاط كله على السمنه، وبضربهم بالمضرب كده لما اخلي السمنه كده كلها مختلطه في بعضيه مع البيض مع كله اختلط كده في بعضيهم. وبعدين ببدا بقى انزل بالدقيق حبه حبه، ما بنزلش بالدقيق مره واحده.
انزل حبه حبه واقلب كده بالخلاط. وركزي برضو ان الدقيق دقيقه جمح مش دقيقه زيرو، يعني الحلويات دي ما ينفعش ليها الا دقيق الحلويات، دقيق الفاخر. انا عاملاها بدقيق جمح عادي من البيت، لاني انا بعمل موجود عنده وخلاص، وبتطلع حلوه بسم الله ما شاء الله. وايه، وبناكلها زي الفل، وبنشرب بها الشاي عسل يعني. وعبودي بيفرح بيها جو، هو شوف قاعد جنبي كيف مستنيها نستناها لما تطيب، بيفرح بيها جدا. احنا بنفرح العيال بالموجود عندنا في البيت، ونوفر ونعمل حاجات موجوده عندنا في البيت، بدل ما بنعملش خالص، بدل ما نستنى بقى لما نشتري دقيق ومعناش نشتري دقيق فهنقعد ما نعملش خالص. فانا بعمل الموجود في البيت عندي. دقيق القمح ده بيكون زي ما انت عارفين بيكون اسمر، ما بيكونش ابيض زي الفاخر، وبيكون تقيل شويه مش خفيف زي الدقيق الفاخر. وبعدين نزلت بعد ما خلصت كل الدقيق كده بحط حبه واقلب حبه واقلب لما انا عشان ما يبقاش فيه كلاكيع، ما فيش اي حاجه، بالمضرب كده وبخليها شوفي روعه كده. انا طبعا كنت هصب الخليط ده كله في 3 صواني، بس مرضوش، قالوا لا مش عايزينها خفيفه، احنا عايزينها عاليه كده. لا اعملها لنا في صينيتين 2 بس. يعني انا شوفي كنت عامله صينيه هي وصينيه هي وصينيه تاني جنبي اوني، يعني طقم كامل. انا كنت اصب في الخليط ده لان انا متعوده انا بصب الخليط ده في 3 صواني، بدهنهم كده بالسمنه. معلقه السمنه اللي كانت باقيه دهنت بها الصواني، وبرش عليها رشه دقيق واصب فيها الكيكه. هما قالوا لا انت ما تعمليش ال3 صواني، لا خليهم لنا صينيتين بس تكون سمكها عالي، هما بيحبوها سمكها عالي كده، فهماني؟ فمرضوش يخلوا احط ال3 صواني، قال لا حطوا، قالوا لا حط. انا كنت مجهزه الصينيه الثالثه زي ما انت شايفه كده، يعني على الطبيعه كل حاجه. وكنت بكلمكم والله يا كمان، يعني كنت بتكلم معاكم على الطبيعه واشرح لكم على الطبيعه. بس برضو بتحصل حد يجي من بره ينادي حد كده مش عارف ان انا بصور، فانا بضطر الغي الصوت وخلاص واتكلم انا على الحاجه كده. فانا شرحت لك كل حاجه انا عاملاها، حاجه موفره من بيتنا، موجوده عندنا ببيتنا، السمن والسكر والبيض وكله موجود في بيتنا، الا هو اللي شريناه الخميره اللي هي البيكنج باودر والمحسن كيك والفانيليا، دول اللي احنا اشتريناهم من بره. كيس العصير ممكن تستغني عنه، بس اكتر من كده مفيش خالص. لو عندك برتقان طبيعي بيكون عسل برضو، تحط عصير برتقان طبيعي بيخليها ريحتها حلوه. عصير تعمليه على عصاره كده برتقان طبيعي وتضيفيه عليها بيخليها لها ريحه حلوه ويمنع الزفاره نهائي. ومعلقه خل، لو في معلقه خل ضيفيها برضو على الشفشف وانتوا بتضربيه في الخلاط كده، بيخليها برضو فانشه وحلوه. بس اديني صبيتها في صينيتين زي ما انت شايفه كده، وبعدين انا بحطها في الفرن تطيب، واسخن الفرن وبرجع اوطيه خالص عشان ايه، عشان تنتفخ كده براحتها، وسمكها بيعلى وبتكون حلوه جدا، وشربنا بها الشاي وجميله وكلناها وخلصناها وزي الفل. اهم حاجه بقى بالله عليكم عند تجربوا عند اصحاب، شيرنا الفيديوهات وشيرنا القناه عشان قناه تتشاف، وشاهدنا الاعلانات. بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله، عشان الاعلانات عشان الارباح يا جماعه، وتعملنا الاعجاب. وبشكر اي حد خليه يشكر الناس معايا من زمان، اقول لكم انتوا كلكم عروسه من فوق، شرفتوني ونورتوني. ده كده الفيديو بتاعنا، ودي كده الكيكه بتاعتنا، شايفين فشه نفشه ازاي شايفينها نفشه ازاي وحلوه ازاي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. فانشه والله يا جماعه، وحلوه وخفيفه مع انها دقيق قمح، بس بسم الله ما شاء الله كانت زي العسل، وشربنا بها الشاي وكانت حلوه. ودي كانت الكيكه بتاعتنا بكل سهوله وبساطه، ومفيش اي حاجه كده داخله في الموضوع انت مش فاهماها، كل حاجه مفهومه ومعروفه. الحاجات اللي احنا حاطينها، المكون اللي احنا حاطينها كله مفهوم ومعروف. يا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم، يا رب تكون احنا قدمنا لكم معلومه حلوه تستفيدوا منها، وكمان توفروا منها وتفرحوا بها الاولاد. نكون دايما كده عند حسن ظنكم، بحبكم في الله. بشكركم كلكم جميعا، بشكركم كده شكرا من اعماق قلبي، الف شكر لكم يا جماعه. دي كان الفيديو بتاعنا اهو، يا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم، ويكون محتوانا بيعجبكم، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.